السلام عليكم. قبيلة نسمع في سيد وزير الداخلية في إحدى الإذاعات وفي إحدى شوارع العاصمة، حيث صرح قال سنحارب جميع مظاهر التي تسيء للمجتمع التونسي، خاصة فيما يتعلق بمواقع الاتصال الاجتماعي. والله يا سيد الوزير، هو من ناحية قرار معناتها قرار ثوري واجتماعي ويحسب لسيادتك ومشكور، رغم اللي هو جي مخره. ميتبقى ثم بعض المظاهر والتي هي لا تقل خطورة على المظاهر اللي تطرقت لها سيادتك، وهذه المظاهر تخص أعوان الأمن، وخاصة أعوان الأمن اللي في مراكز الشرطة. ومن أهم هذه المظاهر هي الطبقية العنصرية من حيث المعاملة، من حيث معاملة الأمني مع المواطن، فوضى واستهتار. والمواطن يجي يدخل المركز وإلا مش يدخل المرفق عام وخاص بوزارة الداخلية، يغزروا له من فوق اللوطة ويقيسوه مادين هو شكونه، والمخلفات هذيك وغير ما نغطيوه عين الشمس بالغربال وما تقولوش ما فماش. خاطر التاريخ ما يرحمش. كان تحبوا سيادتكم على دوسيات نجيبوا لكم دوسيات. احنا ما طالبين حتى شيء، احنا طالبين من سيادتكم تاخذوا قرار وتعملوا خطاب في الحكاية هذه. – 2024 ما فهمتش أنا الصراع هذا الطبقي بين المنظومة الأمنية والبروليتاريا إلى متى؟ معناتها بوليس يحتقر معنويا المواطن، ومواطن بروليتاري زوالي يسب في البوليس، وهكذا 2024 معناتها المظاهر هذه سيد الوزير معناتها لا تليق لا بسمعة سيادتكم انت شخصيا، ولا تليق بسمعة وزارة الداخلية، ولا تليق بسمعة المنظومة الأمنية، ولا تليق بسمعة المجتمع التونسي كشكل عام. يشوف لنا حل في الحكاية هذه، وشوف لنا خذ لنا قرار معناتها على الأقل كي تاخذ قرار ولا تعمل إجراء ردعي فيما يخص الحكاية هذه، على الأقل تعطي جرعة أمل للمواطن التونسي، كونه فما عدالة، وكونه كل واحد ياخذ حقه وحد ما يتعدى على حد، وكونه بالحق معناتها المنظومة الأمنية في خدمة المجتمع التونسي وفي خدمة الشعب التونسي. السلام عليكم.